راجعه لكم بقى النهارده يا حبايبي بحاجه كده من الاخر. سميها بقى بيتزا شرقي، سميها فطير شرقي. بصوا، عايزه اقول لكم حاجه طعمها تحفه جدا وهشه وخفيفه، وطريقتها كمان سريعه جدا وسهله جدا جدا. طريقه فرد بصوا مميزه جدا. سواء هتعملي فطير شرقي او فطير مشلتت، سهله وسريعه، ولو عندك 50 فطيره هتنجزيهم في وقت قياسي. شايفين شكلها تحفه قد ايه؟ وكمان عملناها بحشوه السجق، تحفه جدا جدا. يلا بينا بسرعه نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو، بس ما تنسيش لايك وشير، ويلا بينا. عندي بقى في العجان بتاعي او في البوله اللي انا هعجن فيها، هحط 4 كوبايات كبار من الدقيق. هنحط بقى عليهم نص معلقه ملح صغيره ومعلقه صغيره من السكر. طبعا زي ما انتوا عارفين الفطير المشلتت او الفطير الشرقي مش بنحط له خالص لبن، ولا بنحط له زيت ولا سمنه. كمان هضيف له كوبايه وربع من الميه، دي ميه عاديه خالص من الحنفيه. وهنبدا بقى نعجنها مع بعض كده حلو قوي، يعني بصوا مش اقل من 10 دقايق كده عجن، سواء بالعجان او على ايدك. عايزه العجينه تبقى ناعمه جدا جدا ومش ناشفه قوي، تبقى كده فيها ليونه شويه. يبقى كل اللي احنا عملناه 4 كوبايات من الدقيق عجنتهم بكوبايه وربع من الميه ومعلقه سكر صغيره ونص معلقه صغيره من الملح. لا بنضيف خميره ولا بيكنج باودر ولا سمنه ولا زيت ولا لبن ولا اي حاجه خالص. وكمان الميه ملهاش معيار، يعني حسب ما ياخد معايا الدقيق بتاعي. شايفين بقى العجينه؟ بصوا ما شاء الله حلوه جدا، بتلزق تلزيقه كده خفيفه، لكن بصوا بالسمنه او بالزيت بتروح التلزيقه على طول. الكميه اللي انا عملتها دي هتطلع لي فطيرتين كده حلوين كبار. دهنتهم كده بشويه زبده كده وزيت اللي انا هفرد بيهم. واهم حاجه في الموضوع كله ان انا اسيبها ترتاح مش اقل من نص ساعه. يعني قدامك ساعه سيبيها، قدامك نص ساعه سيبيها. لازم ترتاح، كل ما ارتاحت هتفرد معاكي اسرع ومش هتتقطع منك. في الوقت ده هنحضر مع بعض الحشوة. عندي هنا كمية من السجق، برضو زي ما انت حابة كتير قليل براحتك. الكمية ديت يعني حوالي كده اكتر من ربع كيلو. هقطعها عقل صغيرة بالشكل ده، علشان بعد كده نشوحها مع بعض كده على البوتاجاز. تقدري تحشيها بالبسطرمة، تقدري تحشيها باللحمة المتعصجة، بالفراخ المشوية، لو عندك بواقي فراخ تنفع جدا جدا. اي حاجة هتحشيها بيها لازم تكون مستوية، لان الفطيرة ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. هشوح السجق بتاعي كده في طاسه على نار عاليه من غير اي ماده دهنيه. هعتمد كده على الماده الدهنيه الموجوده في السجق، طبعا بيكون في نسبه دهون ورشه بسيطه من الملح، مش هنضيف له برده اي توابل خالص. بيكون في توابل، بيكون في كل حاجه. هشوح فيه كده لغايه ما ينزل ميته ويرجع يشربها تاني ويستوي معايا زي ما قلنا سوا كامل. زي ما انتوا شايفين كده خلاص نزل حاجه بسيطه. هستنى بقى يشربها ويستوي معايا وبقى كده معايا جاهز وزي الفل. زي ما اتفقنا كده، بعد ما عدى ساعة على العجينة بتاعتي وارتاحت، ما تستعجلهاش خالص. خدت كده اول كورة منهم وهبدأ افردها معايا بالشكل الجميل ده. حبة كده سمنة او زيت كده على الرخامة، وهتبصي تلاقيها بتجري معاكي بسرعة جدا، ما بتاخدش معاكي وقت خالص في الفرد. كل ما ارتاحت معاكي اكتر بتفرد معاكي اسرع ومش بتغلبك خالص. شايفين؟ ومش عايزة كمان انا افردها قوي، مش عايزاها تكون شفافة، لكن عايزاها تكون كلها بنفس السمك. بنفرد كده من جوه لبره، واهتمي كده بالاطراف، مش عايزه الاطراف تكون مكلكعه ولا فيها عجين. عايزاها تبقى كلها بنفس كده السمك بتاعها والفرد. جبت سكينه البيتزا او اي سكينه موجوده عندي، وبعمل كده خطوط في الجنب قصاد بعضيها، لكن مش بوصل للنص خالص، خدي بالك. زي ما قلنا الطريقه دي تنفع في فطير مشلتت، تنفع في اي نوع فطير، فطير بالسكر، فطير حلو، فطير حادق، في اي نوع فطير. وهبدأ اجيب الجزء اليمين كده وبتني عليه الجزء الشمال وهكذا. طبعا احنا مش هنحشيها خالص دلوقتي، لغايه دلوقتي لسه الفطيره معايا ساده. زي ما انتوا شايفين كده باكد بس على الفتحات بتاعتي. اهو شايفين؟ بشد كده وبتني. وطبعا انا اديتها مسحه كده من الزيت على الزبده. عايزه اقول لكم ال4 كور اللي انا هفردهم دول فردتهم بحوالي ربع كوبايه زبده. يعني بجد موفره جدا، مش بتاخد معاكي كميه دهون خالص. يبقى هفضل كده اجيب الربع اليمين على الربع الشمال وهكذا لغايه ما بقفل معايا خالص العجينه بتاعتي. وبعد كده بقلبها كده زي السره او بعملها زي الكوره، وبقفلها كويس جدا. وبنحطها بقى في الصينيه بتاعتنا او في الطبق علشان ترتاح. دي بقى انا هحطها في صينيه ومدهونه مسحه بسيطه برضو من الزبده والزيت اللي انا شغاله بيهم. هسيبها بقى على جنب ونجيب كوره تاني. يبقى كل كورتين هيعملوا معايا فطيره، وانا عامله 4 كور، يبقى هعمل فطيرتين حلوين كده كبار. هاخد بقى الكوره التانية عشان نعمل بقى فطيره كده على بعضها بنفس طريقه الفرد. عايزه اقول لكم والله العجينه بتجري معايا بطريقه جميله جدا، مرتاحه قوي قوي. بصوا، اهو حطيت برضو مسحه كده بسيطه على الرخامه من الزبده على زيت. وافضل حاجه الزبده والزيت، يعني اكتر من السمنه واكتر من الزيت لوحده بينشف العجينه بتاعتك او الفطيره. انما الزبده عشان فيها نسبه من الميه بتخلي الفطيره بتاعتك حلوه جدا وطريه. زي ما قلنا كده في الفطيره الاولى واحنا بنفردها، مش عايزاها تكون رقيقه جدا، مش عايزاها تشف كده المكان تحتها. انا بس عايزاها تكون مفروده كده حلوه، علشان تكون رقيقه معانا كده في الاكل كده وخفيفه. حطينا بقى مسحه الزبده على زيت.
بالشكل ده. بصوا شايفين هي المسحه اللي احنا حطيناها دي في الفطيره كلها، مش هنحط حاجه تاني. وبقطعه البيتزا بنعمل فتحات كده قصاد بعضها زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده. تمام كده، وبنقفلهم كده على بعض اهو. تمام، بنشد كده بالراحه وبتقفلي عليها لغايه ما توصلي لاخر الفطيره بتاعتك. شايفين بقى الموضوع مش محتاج مكان واسع ولا ترابيزه كبيره ولا اي حاجه، مساحه صغيره جدا جدا تقدري تعملي فيها احلى فطير مشلتت. الفطيره التانية اللي انا فردتها دلوقتي معاكم بريحها كده في طبق على جنب، وبجيب الصينيه اللي انا كنت حاطه فيها فطيره في الاول، طبعا فيها الفطيره ارتاحت وكل حاجه، بفردها معايا بالشكل ده، بتفرد معاكي بسهوله جدا جدا. الحشوه بتاعتنا هتكون ما بين الفطيرتين مش جوه الفطير نفسه. هنجيب بقى كده معلقه كبيره من الكاتشب او معلقه من الصلصه، عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وهبدا ادهن بيها كده الفطيره بتاعتي كاني بعمل بيتزا بالظبط. علشان كده بره في محلات الفطاطري بيسموها بيتزا شرقي. جبت بعد كده السجق بتاعنا بعد ما استوى بالشكل ده، ببدا ارصه كده بشكل حلو. كمان عندي هنا فلفل الوان او فلفل اخضر، وعندي طماطم متقطعه من غير بذر ومن غير ميه، لازم تكون كده طماطم جامده شويه علشان ما تبوظليش الفطيره بتاعتي. بنبدا بقى نحط الكميه اللي انا عايزاها كده، كتيره قليله زي ما انا حابه. طبعا مهما جبتيها من بره كده غاليه ومتكلفه، عمرها ما هتكون بنظافه وجوده اللي انت بتعمليها في البيت. حطيت كمان رشه كده من الجبنه الرومي المبشوره، وكمان عندي زيتون مخلل، اي برضو حاجه انت عايزه تحطيها براحتك. والله انت ممكن تستغلي بيها تنظيف التلاجة او بواقي التلاجة وتعملي بيها الفطير الشرقي التحفة ده. يعني حبة لانشو متقطعين، حبة جبن كده عندك على زيتون، بسطرمة، اي حاجة موجودة عندك تقدري تعملي بيها الفطيرة التحفة دي. تنفع جبن بس، تنفع خضار بس، تنفع كل حاجة. وحطيت رشه كده من الجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي المبشوره، بس رشه حلوه كده علشان دي اللي هتكون موجوده في القلب، هتديلك بقى المطه والشده الحلوه. هنحط بقى الصينيه دي على جنب كده، ونجيب الفطيره التانية اللي انا ركنتها كده في الطبق، وهبدا ان انا افردها بالشكل ده. هفردها كده بشكل دائري بس مش اكتر، طبعا دي انا فردتها وكل حاجه وسبتها ترتاح، ففردتها بالشكل ده كده على الرخامه في الاول عشان اقدر كده احطها على الفطيره بتاعتنا كده في الصينيه، ونقفل كويس جدا الجوانب. يبقى طبعا ما ينفعش افردها خالص كده فوق الصينيه، هتبوظ لي الحشوه. فبفردها بره كده زي ما انتوا شفتوا بايدي، بتتفرد بسرعه جدا جدا لانها مرتاحه وزي الفل. وبعد كده بتحطيها كده بالراحه كده فوق الحشوه علشان ما تبهدليش اللي احنا عملناه، وبتقفلي زي ما انت شايفه كده كويس جدا الجوانب عشان ما تفتحش معاكي في الفرن. وطبعا من اول ما بدات افرد معاكم العجينه بتاعتنا وانا الفرن عندي سخنه على حراره 200 او 220، اعلى درجه حراره لازم تكون موجوده عندك. وكمان تكون سخنه جدا جدا عشان الفطير يدخل معانا يورق كده يبقى هش كده وخفيف، ما يبقاش مكتوم. بعد ما قفلت عليها كويس جدا، وكمان اي فتحه اتقطعت معايا بقفلها كويس برضو علشان ما توسعش معايا في الفرن وتخرج لي الحشوه. تمام كده زي ما انتوا شايفين، ببططها كده كويس جدا عشان نسوي الحشوه ونوزعها في كل حته. شايفين بقى الجمال؟ والله ما في اسهل من كده. جبت بقى مسحه فرشه كده صلصه او كاتشب، وبديها مسحه خفيفه كده على الوش، مش بنكتر بقى زي ما عملنا من جوه. وبحط بقى كده طماطم متقطعه، فلفل متقطع، يعني بنعملها وش بيتزا. رشه بسيطه كده من الجبنه الرومي او الموتزاريلا، وكمان الزيتون، حاجه بسيطه جدا جدا. وبسرعه على طول على الفرن هندخلها زي ما اتفقنا على حراره عاليه، على نار تكون سخنه كويس جدا جدا. والفطيرة التانية مش هعملها معاكم لان انا عملتها بنفس الطريقة، بنفس الحشوة، بنفس الفرد، بنفس كل حاجة، فعشان ما اطولش عليكم بسرعة بقى دخلناها الفرن ونشوفها بقى بعد ما خرجت. عايزة اقول لكم بجد قد ايه ريحتها تحفة، قد ايه ريحتها قلبت الدنيا. ريحة الزبدة كده مع الحشوة اللي احنا عملناها، ريحة الجبن، ميكس الجبن مع السجق مع الحاجات الجميلة دي، بجد ريحتها خطيرة، بجد ريحتها تحفة جدا جدا. مش هستنى عليها كده، سبتها كده ثواني بردت. جبت بقى المخرطه بتاعتي. عايزه اقول لكم احلى حاجه تقطعي بيها الفطير الشرقي هي المخرطه، احلى من السكينه واحلى من سكينه البيتزا واحلى من كل حاجه. بصوا بقى نقطعها كده مربعات صغيره زي برضو ما بنجيبها بره من الفطاطري. شايفين بقى؟ عايزه اقول لكم كمان دي فطيره كبيره مش صغيره، يعني مقاس 30، يعني ما شاء الله بتعمل معاكي كميه حلوه جدا. شايفين بقى؟ ما شاء الله. عايزه اوريكم بقى كده شكلها من جوه، طريه جدا وهشه، وريحه السجق بقى مع الخضار اللي احنا حطيناه وميكس الجبن دي عالمي. شايفين بقى شكلها؟ ما شاء الله. طبعا كل ما كترتي فيها الجبنه الموتزاريلا والجبنه التركي هتبصي تلاقي المطه اقوى واطول وحاجه كده رهيبه. شايفين بقى شكلها من جوه؟ طبعا انا مش قادره اشيلها اكتر من كده لانها لسه سخنه جدا جدا. زي ما قلنا تقدري تعمليها باكتر من حشوه، حتى لو عندك تونه تقدري تعمليها بالتونه، حلوه جدا جدا.
قومي بقى واعمليها لولادك وفرحيهم، واعتبريها بقى عشاء كده خفيف وسريع. واتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامه.